احنا من 200 سنة بس ما كناش نعرف حاجة عن تاريخنا، ما كناش نعرف نقرأ الهيروغليفية، اللغة اللي اتكتب بيها أقدم حضارة في التاريخ، الحضارة المصرية القديمة. بس هل فعلا احنا قدرنا نفك رموزها ونعرف معناها؟ ولا دي كانت أكبر كذبة عرفها التاريخ؟ وهل لو فعلا قدروا يفكوا رموزها وصلوا لنا القصة زي ما هي ولا حرفوا فيها؟ معلومات وأسرار ممكن تكون بتتقال لأول مرة عشان تكشف كذبة اتحولت لحقيقة وتصدقت. حجر رشيد، هل فعلا قدر نابليون يفكه؟ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان نستمر في تقديم محتوانا. قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نعرف اصلا ايه هي قصه حجر رشيد. في سنه 1799 والفرنساويين داخلين مصر مع نابليون بونابرت، واحد من الجنود كان بيبني قلعه في مدينه رشيد، وفجاه لقى لوح اسود عليه كلام غريب. العساكر قالوا حلو نحطه بقى في المتحف، لكن العلماء قالوا لحظه ده شكله مهم جدا. وفعلا كان اهم حجر في تاريخ علم المصريات كله، الحجر اللي تاسس عليه اصلا علم المصريات. الحجر كان مكتوب عليه ب3 لغات، هيروغليفيه اللي هي كانت وقتها لغه الكهنه والقديسين، والديموتيقيه اللي هي العاميه المصريه، واليونانيه لغه الحكم في عصر البطالمه. في البدايه اشتغل عليها علماء فرنسيين وانجليز، لكن اللي فك الشفره فعلا كان جان فرانسو شامبليون سنه 1822. شامبليون حط فرضيه، وهي ان كان في نصوص هي في ال3 لغات، يعني نص كامل زي انا عايز اقرا مكتوب هو بال3 لغات اللي على الحجر. وركز هنا يا صديقي، انا بقول هنا فرضيه، يعني ممكن تكون حقيقه وممكن تكون غلط. المهم بدأ بدراسه الاسماء الملكيه اللي داخل الخراطيش، زي اسم بطليموس وكليوباترا اللي كانت معروفه من النص اليوناني. قارن الرموز الهيروغليفيه بالمناظر لها في النص اليوناني، وبعدين حط فرضيه تانية ان الرموز اللي على الحجر دي بتمثل اصوات حروف مش مجرد رموز معنويه، وان بعض الكلمات دي توافق اصوات معروفه. وده اسمه الاستدلال الدائري، يعني بيبدا بالنتيجه وبعدين يفترض شويه افتراضات عشان يوصل للنتيجه دي. وعشان ابسطها لك، تخيل انت راجع من البيت وعندك مراتك وبنتك وقطه، ودخلت المطبخ لقيت كوبايه مكسوره، فانت هتفرض شويه افتراضات توصلك ليه الكوبايه مكسوره، ان القطه زقتها، او ان بنتك وقعت منها، او ان الام نفسها كسرتها وما خدتش بالها. هتحط فرضيه ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، وعلى الاساس ده ممكن تاخد قرار او تظلم حد من ال3. المهم قرر شامبليون يقول ان الهيروغليفيه مش لغه رمزيه بالكامل، ولكنها نظام مختلط في رموز صوتيه زي الحروف ورموز معنويه بتدل على المعنى. يعني بمعنى ان حرف زي الالف اللي بيتنطق الف بيترسم على شكل طائر العقاب، وبدا بعدها يكون قاموس ومعجم صوتي ومعنوي للرموز. ومن هنا تم فك اللغه المصريه القديمه. طبعا بالاكتشاف العظيم ده قدرنا نفك كل رموز الهيروغليفيه وقرينا التاريخ كله من الاول للاخر، وده بالتاكيد اللي اثر على حضارتنا دلوقتي من الناحيه المجتمعيه والدينيه بالاخص. طيب بعد ما عرفنا حجر رشيد اتفك على فرضيه فوق فرضيه، وعلى اساس الفرضيات دي كتبنا التاريخ بايدينا. هو احنا حرفيا كتبناه بايدينا لان احنا حطينا احتمال ان ممكن يكون كده وممكن يكون لا. بس قبل اي حاجه تعالى اقول لك ليه نظريه فك حجر رشيد فيها مشاكل كتير اكتر من انه اكتشاف عظيم. اولا الاستدلال الدائري، الباحث بيفترض مقدما ان الرموز اصوات، بعدين بيقول ان بعض الكلمات توافق اصوات معروفه، وبعدها بيقول بما ان الاصوات توافق الرموز اذا الرموز اصوات. ده اسمه استدلال دائري، بيبدا بالنتيجه وبعدين يفترض شويه افتراضات عشان يوصل للنتيجه اللي هو وصل لها بالاول. طيب الفرضيه الاولى اللي احنا قلناها دي معتمده على فرضيه تانية، وهي النقش اليوناني، وهو افترض ان النقش اليوناني مطابق بالدقه جدا وبنسبه 100% للنقش الهيروغليفي. يعني في احتمال كبير جدا يكون في اختلاف في المعاني الدينيه والسياسيه، لان مش شرط تكون نفس الكلمه في لغتين ليهم نفس المعنى. يعني مثلا عندك كلمه جيفت بالانجليزي معناها هديه، لكن لو جينا للالماني هتلاقي معناها سم، وبنفس النطق وبنفس الشكل لكن بمعنى مختلف. يعني تخيل تقول لواحد I bought you a gift، يعني انا جبت لك هديه، في الالماني بتقول له بقى خد حذرك من السم. شفت يا صديقي المعنى اختلف تماما ازاي؟ وده هنا احنا بنتكلم عن لغتين اوريدي شعبهم موجود. فهل شامبليون كان بيتكلم هيروغليفي قبل ما يترجم الهيروغليفي؟ ثانيا افتراض ان القبطيه امتداد مباشر وصافي جدا للمصريه القديمه، والحقيقه ان القبطيه لغه متاخره وامتزجت باليونانيه واتاثرت بالقرون الغابره. ثالثا افتراض ان بعض الرموز اصوات وليست صور، ده استنتاج مش حقيقه موروثه من قدماء المصريين، يعني سلاله من الظنون والافتراضات اللي ورا بعض. غياب شاهد حضاري داخلي، مفيش دلاله من الحضاره نفسها تقول ان الهيروغليفيه صوتيه بالكامل. كل اللي عندنا شويه افتراضات على نص قديم. الحضاره نفسها ما قالت لناش طريقه القرايه، ولا كانت سايبه لنا قاموس فرعوني اصيل. رابع حاجه والمهمه هي مشكله السياق الحضاري. اللغه مش رموز بس، اللغه مرتبطه بثقافه وعقيده ومنهج تفكير وبناء جمله وفلسفه. ازاي بتستعيد كل ده بدون اي امتداد حي؟ زي واحد مثلا بيترجم نص صيني قديم وهو ما بيعرفش حاجه عن الثقافه الصينيه اصلا. ثغره التوافق الانتقائي، شامبليون واللي بعده كانوا ينتقون القراءات اللي تناسب الفرضيه ويتجاهلون اللي تخالفها، وده اسمه التحيز التاكيدي. وده بالتالي شال التناقض في القراءات، وده خلى شامبليون واتباعه اللي يقولوه يكون حقيقه، مع ان في قراءات تانية عكس الكلام ده. المطلوب في المنهج العلمي انك تختبر الفرضيه ضد ما يناقضها، مش تبحث فقط عما اللي بيوافق الفرضيه بتاعتك.
زي مثلا المثال اللي قلناه ان انت ما ينفعش عشان لقيت الكوبايه واقعه وجنب منها مثلا دراي فود تقول ان القطه هي اللي كسرت الكوبايه. لازم تناقض الفرديه بتاعتك بشويه معادلات وبالمشهد اللي انت شايفه عشان توصل لحاجه بدقه، ومهما حصل النتيجه اللي انت هتوصل لها مستحيل تكون 100%. سادس حاجه معانا وهي قابليه التفسير المتعدد. الرمز الواحد ممكن يكون بيفسر اكتر من معنى، صوره، صوت، فكره، سياق ديني، لقب ملكي. ممكن انا وانت نرسم نفس الرمز ويبقى قصدنا حاجه مختلفه واحنا الاثنين نفس اللغه والعصر، ما بالك بقى بقرون فاتت. ده بيخلي القراءه مرنه لدرجه خطيره، وان اي معنى ممكن يتركب او يتحط في الجمله، وده يخلي النظام كله غير محكم، غياب مراجعه حضاريه مضاده. مفيش اي حضاره موازيه او مخطوط اصيل معاصر بيقول هكذا تقرا الهيروغليفيه، يعني مفيش كروس فاليديشن، مجرد مجهود فردي صار حقيقه مع الوقت. وفي الاخر اللي انا عايز اقوله زي ما دكتور مصطفى محمود قال، اللي ممكن الغلط في كلمه او في ترجمه صغيره تغير المعنى كله، زي مثلا الاله اتوم، واللي ممكن تكون في ترجمتها النبي اتوم واللي هو ادم، وبالذات لان في التعريفات الهيروغليفيه الاله اتوم هو اول اله نزل على الارض واللي هو اوجد نفسه بنفسه. فالحقيقه التاريخيه هتفضل سر اتدفنت معاها، ممكن نعرف لمحات منها لكن عمرنا ما هنعرف الحقيقه الكامله. وفي الاخر ما تنساش تشوف المصادر تحت الفيديو وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان تشوف الحلقات الجايه باذن الله. شكرا.